طيب السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ايوه، جيت لكم بفيديو جديد وعن التحديث نسخ العكس اللي نزلت. تمام، فانت تابع الشرح لحد الاخر. الناس اللي معاها نسخ كتير ومش عارفه تحدثها ازاي وخايفه النسخ تقفل والكلام ده كله، فانا عارفه كل حاجه في قلب الفيديو ده، وبرضه اديك بند حظر تحذر بيه. تمام تمام يا قلب اخوك. بس الاول مش طالب منك غير انك تقدرني تعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس، تحط لايك وكومنت للفيديو. مش طالب منك اكتر من كده، غير تقدير منك بس على تعب الفيديوهات اللي انا بتعب فيه والبنود اللي انا بلغمها واعمل ده كله، اقعد بالساعات اعمل في الحاجه عشان انزلها لك وانت تسمعها وتمشي. يعني اعمل قدرني مش اكتر من كده. اخش في قناه التليجرام وانزل كل حاجه هناك، ولينك النسخه بنزلها هناك في قناه التليجرام مباشر. تمام يا قلبي، تمام. طب دلوقتي النسخه اللي انا انزل لكم التحديث بتاعها نسخه العكس اللي هي الحمراء، اللي هي دي نسخه انقاصر والحظر. النسخه دي في ناس بعتالي وبتقول لي النسخه عايز تطلب تحديث وبتاع. هي النسخة مش هتقفل منك، النسخة تفضل شغالة. تمام، لكن انا برضه هحدثها لك عشان ما تقفلش منك. تمام يا قلبي، تمام. هتلاقي هنا يتوفر تحديث للتطبيق فيرجن 9.61.61. ما علينا. تمام، فانا اجيب لك. طب انت عندك كذا نسخة منها مش نسخة واحدة، وعايز تعملهم كلهم يتحدثوا. اصل انت هتعمل تثبيت اللي انا هسيبها لك في وصف الفيديو، هتنزل لك اللي هي على واحدة بس، مش اتباع مش هيتحدث. فانا اقول لك دلوقتي الطريقة. اهم حاجة يكون عندك ام تي مانجر، وهسيبه لك برضه في وصف الفيديو. تمام، اللي هو ده ام تي مانجر. تمام، خش على ام تي مانجر. طبعا بس عشان بس اخش لكم من اول وجديد، انت هتلاقي النسخه بالشكل ده في قلب ام تي مانجر. تمام، فهتنزل عند ملف النسخه على حد ما تلاقي عندك كده. انا هحطه هنا في الملف عندي. تمام، تختار النسخه من ام تي مانجر، تيجي هنا وتيجي عند اكسيرتك اي بي كي وتختار النسخه منها. تمام، نيجي عند الملف، هيظهر لنا النسخه بالشكل ده. ادي دي النسخه. تمام، هتعمل لها ايه؟ نعمل لها انستل، نعمل تحديث. تمام، ونستنى تحدث معانا. الحوار سهل وبسيط يعني مفيهاش اي مشكله، بس عشان مش عامل نسخ منها كتير، عامل بتاع 4 ولا 5، فانا مش عامل كتير. تمام، ادي اتحدثت معانا. نخش نشوف النسخه. ادي اهو اقول لك تجري التغيرات ولا تحدث والكلام ده كله. هتعمل موافق عادي جدا. ادي العلامه اللي بتاعت التحديث اتشالت. ادي العلامه اتشالت اهو. نعمل اعاده تشغيل. دي النسخه اللي انا جبت لك في الاول. علامه التحديث اتشالت من هنا. طب فاضل نسخه كام؟ فاضل دي بس، دي مش شغاله عليها رقم. نيجي هنا، لا دي محدثها الاول. فاضل دي، ودي مش شغال على رقم برضو. تمام، فدي بس انا اخش عشان بلغم عليها بند دلوقتي، بس عشان ايه لا ظهرت لكم هنا دلوقتي ايه علامة التحديث. فهنحدثها هي كمان، ملناش دعوة بالبند ده اللي انا هلغمه وانزله لكم في فيديو الجاي ان شاء الله. خش على النسخة على ميتي مانجر، هتلاقي دي كده. نستنسخها بقى. هتعمل ايه؟ هتعمل لها استنساخ للنسخة اللي بعدها اللي هي موجودة عندك. نعمل كده على الكلمة دي، ونيجي عند تاني واحدة اللي هي كلاون ايبكي. تاني واحدة ضغط عليها، نفعل علامة نفعل علامة الصح دي والزرار ده كده، ونعمل اوكي. تمام، استنى اتحمل معاك. زي ما قلت لكم اللي هو الموضوع سهل، ف هي مش تقفل ولا اي حاجة. وبرضه اللي مش عارف ينزل اللينك وكده، خش قناة في التليجرام وانت بتتفرج كده برضه انزل اعمل شكل القناة. يعني انت مش هتخسر اي حاجة. انا بسيب لك الحاجة وبجيب لك كل حاجة موجودة عندي في قلب الفيديو، كان حظر وفوق حظر، فانت متبخلش عليا بلايك او كومنت جميل. تمام، دلوقتي ظهر لنا نسختين، واحدة باللون الأخضر واحدة باللون الأسمر. هنمسح اللي باللون الأسمر. تمام، دلوقتي دي هنمسحها اللي باللون الأسمر، نلاقي ديليت. نيجي عند اللي كان باللون الأخضر بقى باللون الأسمر دلوقتي، نعمل انستل ونعمل لها تحديث. ما مش موجود تثبيت، لا تحديث بقى. هي أنا هحدثها مش هثبتها، هي موجودة عندي أصلا على التليفون، فأنا أعمل لها تحديث. تمام، شوف ده أنا واحدة اللي هتكون اتحدثت. أعمل فتح ونطلع كده أهي ديت. شوف علامة الصح، مش بس اطول في قلب البتاع ده اهي، هتلاقي كده والعلامة اختفت من هنا. تمام، فانا هطلع بس. هتلاقي برضو دي اتحدثت. طب عايز التحدث اللي بعدها هتعمل نفس الحوار، تيجي وتعمل كلاون اي بي كي. تمام، هتعمل ايه بقى بعد ما ضغطت عليها؟ تعمل دي تكون متفعلة على صح تكون موجودة، تعمل اوكي. نستنى برضو لحد ما دي تحمل معاك. فالحوار ده قلب اخوك انت تفضل تعمله لحد ما توصل لحد اخر نسخة موجودة عندك.
وده هيكون كله تحديث. دي الطريقة اللي انت تمشي بيها على طول. تمام. فدي النسخة الحمراء. خليت فيها الإبلاغات، يعني الإبلاغ بتاع ب10 إبلاغات تعمل إبلاغ واحد مكون إبلاغات فيها. ودلوقتي هوريك برضو. هنمسح دي زي ما قلت لك، تعمل ديليت، تيجي عند دي تعمل لها تثبيت. تمام بالشكل ده كده. تعمل، لا دي تثبيت مش تحديث. ما علينا. تعال برضه اوريك النسخة. تمام. لما مميزات النسخة دي بقى نخش على المميزات بتاعتها. طبعا انت عندك هنا زرار العكس، نسخة حظر الأرقام. وتيجي هنا عندك هنا زرار عكس الرسايل، تفعله وترجع. خش على أي رقم. بص دي بقى دي جامدة. خش جوه الشات بتاع الرقم. تمام. ادي كده عكست الشات. هتطلع فوق عندما تيجي تعمل إبلاغ بقى. بص دي العلامة الصح متشالة لوحدها، والشاشة ثابتة ما مش هتطلع منها. تمام. فدي أحسن حاجة في النسخة دي، اللي هي ضرب إبلاغات. وكمان الإبلاغ الواحد منها يعني مثلا كده 1 2 3 4 5. شوف أنا عملت كام إبلاغ؟ 5. لأ مش 5 إبلاغات، أنا عملت 50 إبلاغ من 5 إبلاغات. طب ازاي؟ أنا مخلي النسخة دي إبلاغ منها ب10 إبلاغات. يعني أنت بتعمل إبلاغ بيبقى عامل 10 مع بعض في مرة واحدة. تمام. بس انت برضه بتيجي تحكس على حد، اعكس عليه ب20 30. انت كده بتديله إبلاغات كتيرة جدا عشان تروح لحد الشركة. تمام. بس انا مخلي لك اللي هي إبلاغ واحد ب10 إبلاغات. 2 3 انت كده بتعمل بتاع توصل ل100 إبلاغ في أقل من، انت بتعمل 10 بس كده اهو. فاهم الفكرة؟ برضه من جوه الشات نفس النظام. تيجي عند فعل علامة الصح، تعمل له الإبلاغ بتاعك بعد ما تخلص كل حاجة. تمام قلبي. وهسيب لك برضو بند حظر في وصف الفيديو. خش والبند ده شغال، اسمع الفيديو، اسمع كل حاجة، وهتلاقي كل حاجة في وصف الفيديو، كان في الفيديو ده او فيديو البند اللي هسيبه لك. تمام قلب اخوك. ده كده يكون فيديو النهاردة. قول سلام يا شباب.